زعيم السعودية وكبير آسيا الهلال ينتصر على الوديع. طبعا النادي المنتهي النصر السعودي بهدفين لهدف في كاس الدرعية، برضو ما داير يخلوه. لكن قبل ما طبعا نبدأ في الكلام، طبعا تعال نسمع علي البليهي بيقول شنو عندما يلتقي نادي الهلال والنصر. بعد ذلك نجي نعلق في الموضوع. كم تعالوا معي. مباراة احنا جايين ترى تمرين، هذا كان أول تمرين لنا في نادينا مع النصر، مو تمرين. أول تمرين لنا في نادينا الجديد، تبي ولا كيفك؟ كريستيانو رونالدو يا جماعة يوم بعد يوم يثبت لنا إنه منتهي، لكن جماهيره نافخينه نفخ الجلد. عرفت؟ الجماهير ما مقتنع إنه الزول ده انتهى أو منتهي. تبحث في جوجل يقول لك منتهي، تجي تسأل الجماهير يقول لك لا لا ما منتهي. قلنا لكم منتهي، قلت ما منتهي. قلت العمر مجرد رقم. كريستيانو رونالدو بإمكانه اللعب لعمر 50 سنة. الحارب بيلعب ل 50 سنة، لكن أمام الأندية الضعيفة والمنتخبات الضعيفة كريستيانو رونالدو يا جماعة يعرف يستكشف. يعني منتخب ما معروف ولا فريق ما معروف ممكن يجي يعمل شو يسجل 4 يسجل 5 لكن فريق معروف ومنتخب معروف يختفي تماما. تعالوا أقول لكم حاجة. كريستيانو رونالدو لعب أمام الهلال يا جماعة منذ أتيانه للنصر 6 مباريات لم يسجل فيها ولم يصنع فيها ولا هدف. ها تبي تسجل في ضمك، سجل في أبها ما عارف شو، وعاد من جديد وأشعل المنافسة والكرة الذهبية. أنت طالع بموسم صفري، ما فائدة أن تسجل 100 هدف ولم تسجل ولم تفز ببطولة. الفائدة شنو؟ ما في أي فائدة، ما عملت أي حاجة. حتى في كاس الدرعية سالم الدوسري جالدك. الله يهون عليك يا حمدون. لكن يا حمدون الراس المربع أصله ما داري يقتنع بإنه لاعب منتهي. أيها الشعب الحمدوني يا جماعة، صاروخ مطيرة انتهى. لازم تفهموا الكلام ده، إنه صاروخ مطيرة يتفجر خلاص، يتفرقع. سودي طلع فوق يتفرقع، ما في رجعة تاني.